صباح الورد والفل والياسمين والعنبر على الناس الحلوين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب العالمين. وينكم البنات؟ وحشتكم برشا برشا برشا، وبالحق نحبكم ياسر، وان شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول، ربي يعطيكم لين يرضيكم بجاه النبي. ونحبكم الناس الكل تصليوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وينكم البنات؟ عاملين شنيا اموركم؟ شوفوا مرومه سربريزه. كنت باش نحط هيكم اخر فيديو، بعد قلت لا نحط هيكم اول الفيديو باش تشوفوا سربريز مرومه داينت. ولهنا هذا فيديو متنوع، لهنا باش تشوفوا الصاله باي باي، الصاله الجري. لهنا حبيت نوريكم، مشيت على روحها ان شاء الله، مبروك على مولاتها ومشيت على روحها ان شاء الله. مازلت حتى الصاله الاخرى راني ابرامون باش نبيعها هي وزربيه والفترينه كامله. نحب خاطر نغير شويه، لان جوست باش نوريكم كيفاش نظمتها وزينتها. هذيك ريت نهار الاول دوب عرفت خرجت الصاله تغييره صغيره، ومن غدويكا هاكا شوف كيفاه نظمتها وبرقشتها. حسيت توا كي نشوف الفيديو ناقصه الاضاءه لهنا. اما على فكره لنا باش تشوفوا حاجه، هو بدلت الصالة وغيرتها، ما زلت هذيك باش نبدلها. شوفوا هذا ديما نقول الحمد لله على ما يعطينا الله، هذاك سبب الغياب نتاعي جمعتين وانا في حالة لا ترثى بها. لنا جمعتين اللي فاتت انا ما نقضيش، مره مشى محمد هو ومرام، ومره هو ايد. عرفتك يجيبوا لك قضيه مفرطه هكا منه. الجمعه هذه انا معناها مشيت قضيت بروحي، مشيت انا ومحمد وين قضيت اكل الراحه اللي ارتحتها جمعتين. نهار اليوم اقسم بالله اللي ارتحت جمله، اوكا قضيت قضيه كامله، سفنيريا فلفل بتنجيل بطاطا قرع، معناها كل شيء الا طماطم. ما خديتش طماطم، مشيت خديت من بلاصه اخرى. راهو لهنا مش مرشي بركه قضيت، وقضيت من زوز مرشيات وبعد تالي كملت. لنا فقوس هاكا ديجا تفهموا، خاطر فما فقوس والخس هاكا على زوز، راني من زوز مرشيات. وخذيت معاهم اللوبيا الحمراء واللوبيا الخضراء والجلبانه. الجلبانه مش اول مره خذيتها المره اللي فاتت، اما كي جاب محمد مازلت كي عرفتو كل يدوب الله كي بالغه متاع حاجه جاريه وما تبانش اصل صغيره. الحقيقه المره هذه باهيه عجبتني بالكدا. اخذا محمد الغله، اخذا رمان، والله لا هو غالي تصدقوا، ماهوش غالي جمله. سوق بن عروس ارخص برشا من سوق موروج، واللي انا نقول سوق موروج ارخص من سوق مرناك. اطلع بن عروس ارخص عليهم الكل. احنا قضينا من بن عروس وقضينا من موروج، خديت قضيه منا ومنا، معناها من كل واحد شوي. وهذا دجاج موسي خويا جاب لي دجاج، وخذا محمد. علاش احنا مشينا المرشي بن عروس؟ خاطر فيه الحوت، خذينا كعيبات حوت باهين، شويه حوت الورقه بحريه ولا تركي فيه، والتريليا. وكملت لهنا فصصت اللوبيا الحمراء والجلبانه. شفتوا الجلبانه محلاها المره هذه بالغه في حقها، واللوبيا الخضراء قصيتها خاطر الماكله انا ناكل في ماكله زعره، يعني ما نجمش ناكل ماكله قويه على المرضى اللي مرضتها. لنا جيتكم بوصفه اليايو كامله. به لنا باش تحط في الاحكار نتاع اليايو، ريتوني كيفاش حطيت 3 كيسان كبار على الاخر سكر، عليهم كاس واحد ماء. راه ما تجيكش لا هي عقده برشا ولا هي زايده برشا ولا حتى شيء، وتزيد عليهم كعبه كامله قارص. بون كعبه انا اللي حطيتها قارصه صغيره، ماهيش كبيره، مش الكعبه الكبيره معناها باش نكونوا واضحين، كعبه صغيره. هذا القوام اللي انا باش طفيت عليه، حبيت نوريكم. والسكر كي تحطوا المره الاولى ما تحركوش برشا. يقولوا لي شحور، احنا مشكلتنا مش في اليايو ولا في القراوش ولا في المقروض، مشكلتنا في الشحور. الشحور المقروض راهو يكون عقد اكثر، لكن القراوش واليايو نفس الشحور، راهو نفسه هو بروحه. 3 كيسان كبار معبين على الاخر سكر. بالنسبه للكيس نتاعي هذاك بريسك 700 غرام السكر، 700 600 هكاك، 650 700 ما وزنتوش، اما في زونه كيك راهو كبير بالكدا. وانا عملت كونتيتي خاطر اليايو بصفه عامه يحب الشحور. الاكثر حاجه اللي تحب الشحور هو اليايو
اكثر حاجه، وباش يجيك اليايو بنين سرو في شعوره. به عاودتكم لنا الوصفه، لنا نتعند انا ومحمد قال لي ليه السكر ما يجيش في هذيك، لازمك بالميزان، وزناته مرام ل 150 غرام وحطيناها جات 150 مليلتر. هي معناها كي تبدا عندك هذيك تنجم تقيس بها السكر، هي الحليب هي زيت. 150 مليلتر حليب، 150 مليلتر زيت، 150 غرام سكر. سهله. تحط العظم تعملهم كلهم على بعضهم، تحط العظم، تحط واحده سكر فاني وواحده خميره، تخلطها الخميره مع العظم. اول حاجه عملتها شفتوني حطيت العظم والسكر فاني والخميره ركفتهم مع بعضهم، بعد زدت عليهم السكر العادي، وبعد زدت الحليب وزدت الزيت. سهله ماهيش صعيبه. وبعد تاليها شفتوني زدت الباكو الثاني متاع الخميره يعني والفرينه على حسب التقريب. هذه نفس الوصفه اللي عطاني محمد واللي عملها المره فاتت محمد، لكن محمد المره اللي فاتت الفرينه نتاعو كليت 650 غرام، انا الفرينه نتاعي كليت بريسك، نقولوا احنا بريسك 900 غرام. علاش الفرينه ديما عينك ميزانك، انا ما نعدلش الفرينه بالميزان على خاطر انت ونوعيه الفرينه. اما همش نعاود لكم الحكار الاساسي اللي هو اهم حاجه 3 كعبات عظم، عليهم 150 سكر، عليهم 150 حليب، 150 زيت، عليهم زوز خميره وواحده سكر فاني. الخميره الأولانية تتحط مع العظام وتتركض، الخميرة الثانية تتحط مع الفرينة. هذاك سر اليايو، وبالرسمي راهو جيني تحفون على الاخر. وراني اليايو هذي عملته في الليل وما يشدش وقت يعني في ساعة. وشو انا بالنسبه لي انا كي نعمل يايو مع ساعات نقلق وما نحبش نعمل ديما، خاطر ما شاء الله تبارك الله احنا معناها عيله. اما كي نعملوا وريت نهارين، انا واحده من الناس نحكي حتى على روحي راني نولي هذاك ماكلتي هذيك فطوري هذيك دنيتي، انا نحب الحلو نولي هذيك ماكلتي، خاصه الحاجه كي تبدا ديري في الدار راهو تعجبني. نتاع الشارع اللي ناخذ كعبه 2 وما نعرفش نزعف ولا ما نعرفش ما فهمتش شنيا بالضبط. اما ديما نتقلق كي نكر برشا نتاع الشارع ما نحبوش. وبالنسبه باش يتكلف لك فلوس ماهوش باش يتكلف لك، انت تعملوا في الدار تمشي تشري كيلو يايو ب 12 دينار وب 15 وتلقاه ساعات باهي ساعات خايب ساعات شايح ساعات لا. هذيك علاش ما فيها حتى شيء يعني. انت من الدار 3 كعبات عظم 150 يعني كيس راهو كان تشوفها 150 كيس مش كبير حليب، وكيس مش كبير زيت، وكيس مش كبير سكر، وتحط زوز خميره وواحده سكر فاني وتخلط مع طري فرينه. يعملوا لك تشوفوه الطبق نتاعي هذاك كتويل لي نقص بكله معناها ما شاء الله بالكدا راهو يطيح بالكدا. لان بقيت نتبع بالفرينه علاش قلت لكم راهي الفرينه عيني ميزانك، ما عمرك ما تحط الفرينه بالحكار. شكون اللي نجم نقول لك يحط بالحكار وما يغيرش؟ اللي يشد في نفس الفرينه. اما احنا لهنا ما اكثر هيك. شوف مره تلقى رنده، مره تلقى ورده بيضه، مره سنابل، مره حتروج، كل مره تسمع اسم، كل مره تلقى اسم، مره سنبله معناها ريت، مره الخمسه. فما برشا انواع لنا في تونس اللي تلقاها تعمل بها. حاول انك تتبع تتبيع الفرينه. هاني نقول لكم انا ديما الفرينه تبع التتبيع سواء في الجاتو ولا في العجينه بصفه عامه. هاني عملت معكم اليوم عجينه اليايو، ان شاء الله نحب نرجع نعمل الحلو معناها كيما كنت ونعطيكم الوصفات نتاعي انا قبل. نستنى في محمد خاطر تو والله لا يوليه اما يحب يجيب لي ماكينتي ونعمل معاكم القراوش ونوريكم طريقتي في القراوش. كنت مغرومه قبل بالقراوش. كنت سعاد بنت خالي الله يرحمها، والله الله يرحمها يذكرها بالخير الله يرحمها ان شاء الله يا ربي تكون في الجنه يا ربي، ويا ربي لا تعذبها ولا توريها عذاب يا ربي. شوف كلمه هكاك جبدتني اني نترحم عليها ونذكرها، خاطر هي اللي غرمتني بالحلو وخلتني نحب الحلو انا صغيره. ان شاء الله ربي يرحمها يا ربي، ان شاء الله يا ربي يرحمها ويا ربي لا تعذبها، وان شاء الله تكون في الفردوس الاعلى يا رب. سبحان الله يرحمها علمتني اني نعمل القراوش ونعمل ودنين القاضي ونعمل اليايو وانا صغيره، وانا كنت مغرومه بك الحاجات. نحبك العبد اللي يعمل حاجه نحب نعمل ونفرح كي انا صغيره كي يقولوا لي يا محليه محليه. تو نفس السيستم مرام بنتي تعمل هكاكا برشا يعاركوا فيا يقولوا لي علاش دينت مرام، وبرشا علاش بنتك تكبري فيها قبل وقتها. راني ما دينتهاش وراني بنتي والله التصويره ذيك اللي وريتها لكم هذيك بالحق النهار اللي احنا ماشيين لدارنا انا لا في بالي لا بها في بالو خرجت لنا بالفولاره تصدمنا على الاخر.
هي شناهي الحاجة الوحيدة؟ قالت لي اعطيني المريول نتاعك نلبسه نغسلها، عندها حاجة معينة تحب تلبسها، هاي برا قلت خليها تلبسه عادي، يعني الدنيا بردت خليها تلبسه نورمال. واول مرة راهي تقول لي على دبشي، قلت هاي حست روحها كبرت خليها تلبسه. يا اخي كيف هي جبدت المريول والفولارة ولبستها. قلت لها يا بنتي راهو تنحيا ليرة وكذا. قالت لي انا مقتنعه، انا قالت لي عندي عامين علاش نشري في الحاجات مسطوره، وانا بالحق راني لاحظتها انها تحب تشري حاجات هكا كالواسعين، ما نعرفش نسمي متاع الصغار هذيك اوفر ستاير ولا تراشنيه وكالحاجات هذيك، وتحب تلبس هكا واسع. قلت لموضه مع الصغار، لموضه مع الصغار. حسي لو وليت هكاكا كي هي داينته وعملت هكاكا، هبتها لتونس، خديت لها اللي كتب معناها من باش الحقيقه شويه شويه ماهوش برشا، هي بطبيعتها عندها مازال تو كل شهر ناخذ لها حاجه خاطر ماهوش بروغرامي، ما بناش انها باش تدين باش نمشي انا نشري دبش وكل. لبس التو اللي موجود في الدار حتى اللي ياتي ما يخالف ذلك، وان شاء الله من هنا وحدين. وبالعكس سجعوها انتوما وقولوا لها صحه وكله. انا واحده من الناس فرحانه برشا في اخواتي قالوا لي حتى تبش ليه خليها تو تجي وقت تنحي، راهي ما تخليش معناتها تنحي. قلت لهم لا، مادام هي مقتنعه، هي الحمد لله تصلي عندها سنين ماهيش معناها من تو، وان شاء الله ربي يهديها وربي بقي يستر على صغيراتنا الكل، وان شاء الله ربي يهدي صغيراتنا الكل. الفايده في الهدايه هي سطت روحها، راهي مش معناها متدينه تدينه لباس شرعي ولا حاجه. انا ما نقول متدينه الا ما تكون لابسه لباس شرعي، بقي انك عامل فولاره وتلبس في سروال وكل ساطره روحك، خير من بلاش. عندي انا خير من بلاش، خير من وحدين. ربي يهديها ويهدي امه محمد الكل. لنا حاسيلو خليتك اليو يرتاح وبقعد برا، قلت خليني نركب العشاء. بحكم انا ناكل ماكلتي وحدي وصغار ماكلتهم وحدهم ما همش حابين. يا اخي انا طبيب حكم علي اكثر حاجه ناكلها لازمني سفناريه والبطاطا والروز، هذم اللي لازمني ناكلهم به ولازمني حسيلو ريت في الماكله هذيا، ونبعد على العجين والماكله الاخرين. انا العجين بعدت عليه لقصى حد، والخضره مفوره والا مصموطه معناها. اما بالحق راني فديت من كثر ما ناكل فيها كيك، بديت نفد. لهنا محمد جيت باش نطيب قال لي لا بالله ما تطيبيش مقلي ولي كنتي حاجه واحده، اعملي لنا ماكله زعره ومعناها تو ناكلوا معاك. وليت عملت بلانيت وحطيت لهم، هما عملت لهم سلطه مشويه وحطيت سليطه خضراء وروز ازعر بشويه جلبانه، هذيك معناها شويه جلبانه ومعها طريف سفناريه يا ربي يرضاك، ما حطيت فيه حتى شيء الروز، معناها فوحته عادي بشويه فيها كليل وملح وفلفل، كليل وملح وسكنجبيل وشويه بلو كرويه كهو، راني ما فيها وحتوش، وشويه كركم بركه. الفلفل الاكحل راني مانيش ناخذ فيه على خاطر الاف، وهذاك علاش ما عادش في داري موجود. اما ديما ننساه انا ماذا بيا نرجع خاطر هو يفوح فلفل الاكحل، اما على خاطر الاف اللي الطبيبه تقول لي معناها تنجم تحطه في الماكله وقتها ترجعه. حطيت وعملت كعيبات بريك يعني عشاء عادي. خديت كعيبات الحوت تقليتهم في بالي، حبيت اني باش نعمل نشويهم، والله لا نجمتها، ما نجمتش، ما كفانيش الوقت. وعرفتوا كل نهار يبدا شارجيه على الاخر، تمشي للسوق تمشي، ومش السوق معناها الاسبوعي احنا قضينا منه، السوق بتاع اليومي هذاك، عرفت كيفاش السوق اليومي مو السوق الاسبوع. علاش قلت لكم شويه لهنا في المروجه السوق اللي وين المركز، وشويه في سوق بن عروس اول مره نمشي له ديجا ذكى عليه على الكيس، معناه مانيش من اللي مستانسه نقضي منهم. هكا قضيه هكا، عبيت بلان، عبيت الالوفه حطيت لها، عبينا احنا هكا، عملت بلا العين تاكل قبل الفم، راهو هو عشاء بسيط ما فيه حتى شيء، كعبات حوت وشويه سلطه خضراء وسلطه مشويه، وانا زدت معاها شويه روز، معناها مش حاجه انها كبيره. اما العين تاكل قبل الفم كي تزينك البلان تاع حدين يحسوا صغار كأنك عملت لهم حاجه كبيره، فهمتوا؟ هذيك اللي ديما نقصدو انا نفرح فيهم بابسط الحاجات، يعني مانيش حاجه كبيره. هاك شفتوه بلان ما في حتى شيء غير العين تاكل قبل الفم، معناها كي يلقوا كيكه زين وتحط يفرحوا يفرحوا يفرحوا.
قلت لكم البنات بكريكا كي وريتكم في الصالة، ريت كي بدلت الصالة وغيرتها، سبحان الله النهار اللي نخمل الصالة وننظفها ونغيرها سبحان ربي يجيني ضيف. نبدا راني على اساس باش نتصور معاكم وكله باش نقول لكم شوف راهو الفيديو معناها اني كيفاش لميتها وعملتها ما شاء الله لفت نقا جاوني ضيف ما نجمتش الفيديو نكمله ما نجمتش نهبط وما شاء الله جاو ضيف نهارتها ومحليه كي يجيك ضيف على غفله وبالحق محليها معزهم مش ضيف بركه معناها ما شاء الله جاوني برشا ضيف وكل واحد من بلاصه كل حد من بلاصه يعني جاوني من بيجا وجاوني من المحمديه وكل صدفه ريت محليها لما وتلمينا والجو اكثر منها. ديما يقول ربي الدار اللي فيها البركه تدخل لها الضيف من غير وقت. انا هذه نحبها اكثر حاجه نحبها ونفرح به راهو باللي موجود في الدار تفرح بالضيف مش راهي فايده انك تشري ترى شنيا ووجهك ترى كيفاش كما يقولوا فيها يعني وتلقاها عبد خايب تبيعته ومتلقاش راحتك حتى انك تمشي له. اما كي تلقى عبد هكا يحبك وباش يشوف يضحك في وجهك ويفرح كي تجيه على غفله حتى كي يكون هو حايس حتى كي هو وحدين يفرح انك جيت على غفله وما يقولكش يا ما في باليش يا عليه جيت عارف راهو يحبك هذاك ما يجيك كان اللي يحبك ويعاود يجيك والحمد لله ان شاء الله ربي يحبب فينا خلقه بجاه النبي. انا هذاك علاش انا راني نحبكم حبيتكم حبا في الله اني معاكم الحمد لله. انا لحد تويك حتى كان مره تصير هكا ما جاتنيش نقد قايب ولا جاتني حدين شوفوا اللوفه شوفوا اللوفه شوفوا اللوفه لهنا تبوس فيكم وتعاود عامله فيا شعره لا طيحت لي الرجلايم والتليفون قلت لها ما صدقت ربي انا صلحت التليفون باش نرجع نخدم بيه وانتي باش تطيح والله كلبك ناكلو تضحك. ولنا الوفا غلب عليا محمد ما حبش التو ينقبلها وظنها اللي يشوفني في الكياس يقول لي انستك بيه عايشك نقول له ربي بارك لك كما راهي بنيه كلش اللهم يشوفها لابسه روبه كان نساء تقول لك يا علاش التو ما قبلتلهاش خيتي الله غالب نقولها راهو راجلي ما لقيت ما نقول عرفتك اللي لازم قال لك ليه ها توجعها وما تنقبلهاش وقلت عليك انه ما نعرفش انا نقبل مراه ما قبل صغيره نقبل الملكه صغيره بكل راه ما نقبلهم صغار بكل في شهرين 3 شهور ينقبلهم ما نعرفش على إلاف يمكن على خاطر وهو شفق عليها برشا على خاطر صارت لها كالفاز كي ولدت وفي الانعاش وكل ما نعرفش اما كان حتى باش يقولوا لي خاطرها ثمونيه ماهيش هي ثمونيه بركه يعني في ولادي يعني مراه ثمونيه وايد ثموني راهو كان ملكه سعيه اما معناها صارت لهم ك بون مش كيما إلاف ما صارت لهم كخايبين معناها وما رقدوش في الانعاش صحيح فك الكوافوز معناها بقاو اكل مده 4 ايام 5 ايام هذيك هي معناها ماهوش شكل بقاو ما بقاوش برشا هي ملكه وتسعيه وبقات فيه الكوافوز وملكه انا روحت وخليت ملكه ما لكن على إلاف بصراحه حسيته برشا ما يخلانيش برشا قالوا لي هزها بالدرق عليه وبرا نقبلهم مشكلتي انا ما نجمش نشدها خاطر انا ما نحملش الري ابره وما نحملش نخاف كي نشد هكا ترعش يدي ونجيب باش نهزها المورنيك باش نعطي لاختي ولا بنت عمي تهزها ولا الكل خايفين من محمد اذا عرفت لي هذا يقول لي لا فك عليا باه يرعش عليها برشا فك عليا قلت لهم والله باش يعقدني انا هذا عليها تعرفوا والله يا البنات والله اللم في داري اخرهم البارح ولا بحطوا نحكي مع بطاقتي قالت لي كنتوا حفظ كلهم مشاو قلت لها مشاو ما عادش عندي ما نسطر روحي ريتو على قد ما كان عندي متاع قاعده نسيت القاعده جمله والله نسيتها والله نحب نعمل قاعده نعملها شويه كي إلاف راقده ونحط فوق شباك فوق طاوله الفوق وليت خايفه ما خلت لي حتى شيء ريت كي جاو بحذا ضياف كسبتي السربيس الوحيد هذاك البلون اللي فيه 6 وباقي كل دقدقتهم لي ويلا دقدقيتو لا خلت لي حاجه لا سربيس تاعي يصلح لا سربيس وحدي البومبونيرات هذاك كل مشاو ما خلت لي حتى شيء
التحف ما عادش عندي ما نزين، عرفت ما عادش عندي ما نزين، ما عادش عندي ما نزين باش نعاود نشري من الجديد. انا مخي تويك نحب نغير الصاله، عرفتك اللي ما لقيتش كيفاه. ما لقيتش كيفاش نعمل، ما لقيتش كيفاه نعمل ومانيش عارفه حتى شيء. يمكن نقول خلي تنغير في وقته. تعرف نعمل معاكم في المونتاج توش لقت بروحي واني بمحمد شوفوا التعب كيفاش رجع ليا، ننزل على ظهري وانا مانيش شالقه بروحي. ريتو معناها شفتوا العبد وين يوصل. نعمل معاكم في المونتاج والله توش لقت بروحي. ساعات راه فما حاجات انا ما نشلقش بها كي نبدا صورت وكملت، وكي نبدا نعمل في المونتاج مثلا نبدا هكا مركزه ونحكي معاكم. كي نتفرج في الفيديو نخزر نلقى روحي نشد في ظهري ونعاود. الله مني والله الله مني التعب هذا كله رجع علي. والصابون ما نحكي لكمش هاك متاع جمعتين. تخيلوا انسان جمعتين مريض، تخيلوا وكل ماكينه نغسل ونرتاح ومازلت التو وي ما تتفجعوش شيء عادي. كان نوريكم انا شنيا نغسل ونزلت نغسل تو باش نعمل لكم في فيديو جاي. يي ما تتفجعوش. غلبة كبيرة عليا والله، غلبة كبيرة. شوفوا لنا نذوق فيها. اخسر شوف استعمل ذوق فيهم الكلهم. عرفتوا اخزر ايادي يجي فيها وهي تخزركم راي من اللوتة تخزر احدين تقول باي 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 باي. تغسل انتم تتفرجوا فيها والله لا فهمتها. تغسل انتم ما تتفرجوا فيها. المرة اللي فاتت الفيديو اللي فات الصوت جاي صفا راهو مهوش مني. راهو هنقول لكم انا مشكله في التليفون كانت الحمد لله هاني قديت وان شاء الله يرجع تو مريقل. هاني اول فيديو هبطته هو هذا معناها باش نشوفه. وفي العطله راني معناها ما هبطش خاطر والله ما تقولوش ايمان عندها برشا يغسلوني بتراي بالحق. والله جاتني مرضى كبيره الله غالب اثرت فيا على الاخر. معناها اثرت فيا اول مره نعرف اللي المصرانه الغشيله تقتل العبد تسكر الاكسجين ومع انا ما عنديش مناعه على الاخر. عرفت اثرت فيا قريب لمت المصرانه غشينه وهاي القيلون العصبي ولا ترى منين جاني هذا ما فهمتش. قالت بي بتنجم تكون عندك العصب زايد، الغش هو اللي زاد على ما بيك. انا نعرف عندي العصب في معدتي ومن اللي تخلقت هكاك من ربي عندي العصب في معدتي. قالك هذيك تنجم تكون المراه حبلة وشي يمشي للجنين معناها هي هكاك صار لي انا هكاك. اما هذه مانيش فاهمه والله لاني فاهمه ما فهمتش جرالي. وعبيد تغسلني اني هي حبلة والناس تغسلني بجنولد ومخبية اقسم بالله. وهي انا منفوخة على خاطر من المصرانة شهر دخلوني بيت العملية راهو غير واحد الحمد لله. وانا حرمت اني نخرج ما حبيتش نمشي للسبيطار ونبقى فيه ما نجمش نبقى نخاف منه السبيطار نخاف منه على الاخر خاف وعديت بالبريفيت عذبت. عرفت زوز شكاير دواء وقلك لازم تشربهم الكل وخلف كي نشوفوش تخربت بالزريرق تعرف نزرق المره الاولى صباح وعشيه وبعد وليت نزرق في العشيه ولا من راسي وليت نزرق زريقه واحده ما عادش نجم نزرق في النهار مرتين. تعذبت على الاخر. الحمد لله ديما الحمد لله واحد يقول الحمد لله. كنا وصلتوا معاي لهنا بالطبيعه البنات فضلا وليس امرا ما تنسونيش بالله في اللايك والكومنتار المزيان. خليني نرجع كما كنت وترجع القناة راهي طاحت القناة على الاخر طاحت على الاخر. وممكن البنات راني باش نولي نعمل معاكم لايف الايامات هذيا مادام محمد يخدم بالعشيه نولي نعمل معاكم لايف العشيه. معناها اذا انتم تحبوا قولوا لي اي ولا لا. اذا ساعدكم نولي نحل العشيه ماذا بي تقولوا لي خاطر نجم نحل كل العشيه ما نجمش نحل الصباح بطبيعتي. انا والله الايامات هذيا حتى صباح مانيش نقضي في الدار يعني نقضي كل عشيه ونخمل كل عشيه ونلم العشيه. وقت اللي يخرج محمد نجم نخمل خاطر الوقت هذاك يبدا هو راقد وكل ما نجمش معناها لا نخمل لحد شيء. وفما برشا حاجات نعمل فيهم عندي بلايص نمشي لهم وراق وكل ذاك علاش ما نجم نعمل حد شيء. لان هاكا شفتوني عاونوني مرام وملكة عاونوني بالكدا وهذا كانت رسالة لي. شفتوا هذيك الوصفة اللي ما فيها حتى شيء 3 كعبات تاع ضب 150 ما فيها حتى حاجة. شوفوا ما شاء الله قد طيحت لي. اما انا عندي انا ذاك ما يشدش نهارين 3 ايام عادي. اما بالنسبة للبنات والله كانت تمشوا تشروه هذاكم تاع 2 كيلو ونص
هكاكا 2 كيلو ونص 2 كيلو، نقولوا 2 كيلو ونص يطيح ولا 3 كيلو. هذا كانت سهرية اك شفتوا حطوا الفوق من الاف. ان شاء الله يا ربي نكون خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تكونوا استحشتوني كما انا توحشتكم برشا، وان شاء الله يا ربي يعجبكم فيديو متنوع وفيه وصفة مزيانة كيفكم انتم يا مزيانات. وهكا بقت شويه مكاكاويه طيبت بها كيس تاي احمر خفيف 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 على الاخر، مش تاي احمر خفيف. باي باي.